شيخ كأنك ذكرت أو لمحت لي لقصة شابين توفيا يعني وراء بعضهما البعض. شنو قصة الشابين هذول يا شيخ؟ نعم، هذه القصة من أحد القصص التي أعتز بها وتأثرت بها كثيرا، حتى أن كثير من الأخوان أئمة المساجد في جميع الدول العربية اتصلوا فيها يستأذنوا بنشر هذه القصة، وهي قصة غريبة يا أخوان، غريبة جدا. يعني كنت طبعا كما ذكرت في البداية أني أنا متطوع لله، حضرت للمغسلة أجهز الدفتر الوفاة اليومية، وأنا في أثناء جلوسي فإذا يجي بالأحد الأخوان يا شيخ معنا جنازة، قلت طيب ادخلوها المغسلة أبدل ثيابي وأجيكم. دخلت المغسلة بدلت، لقيت أحد الإخوة يطرد كل منكم في المغسلة، برا يطلع كل هذا. استغربت أنا، يعني لو ما كنت أنا لابس لبس الغسل كان طلعني برا. فقلت له أبغى واحد يعيني، اثنين يعينوني على غسل هذا الميت. قال لي أنا لوحدي يا شيخ. عفوا الميت شاب؟ الميت شاب، لسه ما كشفت عليه. نعم. هذا الأخ بس أو هذا الشخص قال أنا لوحدي يا شيخ. طرد كل الناس؟ طرد أبوه وأخوه كله، طردهم. قال أنا لوحدي بس يا شيخ. قلت طيب أنت لوحدك؟ قال طيب. حطينا هذا الشاب على دقة الغسل، وأول ما بدأت في تجريده من ملابسه بدأ من الميامن، وكشفت عن وجهه، وإذا بهذا الأخ اللي جلس بيساعدني يصيح صوت عالي. قلت يا أخي الله يجزيك خير، إذا ما تقدر تستحمل انتظر في الخارج وخلي واحد يجي يخش. قال لا يا شيخ أنا لوحدي بس. قلت طيب عشان أعرف أنا أجهز أخوك بالطريقة هذا ما تخليني أنتبه وأغلط، وإذا غلطت أنت ما حتنتبه لي، سبحانه وتعالى هو اللي يعرف إيش بسوي. قال لي خلاص يا شيخ. ثم بدأت تجريده ثاني ملابسه. أول ما جيت أنجيه بالضغط براحة يدي في بطنه تنجية خفيفة لإخراج الماء على قابل الخروج، وإذا هو يصيح مرة ثانية، صرخ يبكي. قلت أقول لك أطلع برا، ماني عارف اشتغل، أطلع برا. قال لا ماني بطالع، أنا لوحدي لا شو. فحاولت استدرج هذا الشاب، يعني إيش سبب الصياح هذا. قلت له كده أنت الميت يتعذب ببكاء أهله. عفوا هذا أخوه؟ لا تجيك القصة يا شيخ. فقلت له بعرف إيش السبب في هذا. فبديت استدرجه في الكلام، أقول له أنت إيش تقرب له؟ قال أنا أخوه، أبوه وأمه. كيف؟ وين أخوه؟ يعني أنت ما أنت أخوه؟ قال لا ماني أخوه. صيح هذا الصياح واضطرد كل اللي في المغسلة، وأنت ما أنت أخوه؟ قال لا ماني أخوه، أنا أكثر من أخوه وأكثر من أبوه ومن أمه. استغربت أنا في الكلام هذا، فعشان استدرجه وما أخليه يصرخ ويبكي فقلت له طيب شوف أنا حغسل وأبدأ، وأنت تقول لي إيش كيف أنت ما أنت أخوه. فبدأ هذا الشاب يناولني المقص، يناولني القطن، وأنا أقول له كيف ما أنت أخوه. فيقول لي يا شيخ أسألك بالله هل مر عليك اثنين زي هذا زينا؟ قلت له كيف؟ قال درسنا الابتدائية سوا، ودرسنا المتوسطة سوا، والثانوية درسناها سوا، وتخرجنا سوا في جامعة، وعيننا سوا في وظيفتين، وتجوزنا أختين، ويريد الله ربنا ويريد الله سبحانه وتعالى يرزقني بنت ولد وأنا بنت ولد، ونسكن في عمارة واحدة الشقة قبال بعض، نروح للمسجد سوا، نفطر سوا، نروح للعمل سوا لغاية الآن مع بعض، كلها مع بعض. هل مر عليك أخوان بالطريقة هذه؟ قلت لا والله أنا أخويا ما أشوف إلا في المناسبات في خارج المملكة. فانتهينا من الغسل وكل شيء. فقلت له دحين المطلوب منك الآن ندخل هذا أخوك أو صاحبك المسجد، ندعي له، أخلص له بالدعاء، أخلص له بالدعاء. قال أبشر يا شيخ. جهزناه ونزلناه المسجد، صلينا عليه. المقابر في عندنا في السعودية كما تشاهد إذا حبيتوا تشاهدونا، هي عبارة عن ممرات تسمى، الممر هذا يسمى شرشورة. الشرشورة فيها على يبتدي من 30 إلى 50 قبر مرقمة، يعني القبر الشرشورة رقم 10، القبر رقم 6 7 لغاية 30. فجينا دفنا هذا الشاب في الشرشورة رقم 7، القبر رقم الصف رقم 7، في الشرشورة رقم 7 في القبر رقم 10 دفناه.
المقبرة هذه اللي أنا كنت مسؤول عليها ما يمر فيها فرض صلاة إلا لازم نصلي فيها على جنازة، نادرا ما يمر. كل فرض نصلي. الأكبر مقبرة في محافظة جدة، والحالات الوفاة دائما بكثرة فيها. فدفنا هذا الرجل على الشاب هذا على صلاة الظهر، وانصرفوا الإخوان، دعوا له وانصرفوا. لبست ورحت عملي. ثاني يوم جيت ثاني يوم دخلت المكتبة بسجل الحالات كده، وإذ في إخوان ينتظروا جالسين. فبسأل العامل بقول له إيش بهم دولة؟ قال له يا شيخ في جنازة تنتظرك جوا. قلت له ليه ما قلت لي من أول؟ قالوا افتكرناك أنت عندك فكرة. قلت طيب يلا خش. دخلت يا إخوان على هنا الشاهد في هذه القصة. دخلت على المغسلة، وكان معايا والده وأخوه. ولما كشفت على وش هذا الشاب، أنا من حالاته يعني ما أدقق فيها. لما كشفت فبقول لأبو الولد، أقول له هذا الشاب مو غريب علي. فإذا الأب يبكي، الأب نفسه يبكي. حرام عليك يا شيخ، حرام عليك يا شيخ، هذا اللي كان أمس يساعدك في غسل صاحب. الله أكبر. الله. هذا اللي كان يناولك المقص والقطن في صاحبه. تخيلوا يا أخوان، بالأمس كان يناولني المقص والقطن وأنا هدي فيه، واليوم أنا أغسل. وكل ما غسلت وحرك جزء من جسمه ودموعه تتساقط على ظهره وعلى بطنه من الدهشة. شوفوا يعني الموت ما كما ذكر فضيلة الشيخ ما يترك لك وقت، في أي لحظة بدون تفكير في أي وقت. بعد ما انتهوا بأسأل الأخوان يعني أبوه، وأسأله بقول لهم كيف مات أمس معي؟ قالوا يا شيخ بعد ما حضرنا ودفناه جاء لي زوجته قالت لا تصحوني على الغداء، بعد العصر صحوني عشان يسوي العزاء لليوم الأول في عزاء صاحب. فجاءت تصحي زوجته وهو في المجلس، لقته متكي على جنبه الأيمن وهو ميت. الله. بدون سبب. يما سألنا أبوه وزوجته قالوا مات قهر على صاحبه، على أخوه، على صاحبه، ما أعرف إيش أقولها. لكن شوفوا الشاهد في هذه القصة يا أخوان، عندما غسلنا هذا الشاب وصلينا عليه وجينا ندفنه في نفس الشرشورة رقم 7 والقبر رقم 11. صاحبه بالأمس في رقم 10 وهو برقم 11. ما عاشوا الاثنين سوا وماتوا سوا، يفصل بينهم ساعات ولا يفصل بينهم إلا جدار. فكانوا في الدنيا سوا وفي الآخرة سوا محبة في الله. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. شيخ ما أجد تعليق إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحبب من شئت فإنك مفارقه. حبه، اجلس مع خاوي راح يجي اليوم اللي تفارقه. نعم. لكن لعلهما دعوا الله عز وجل ألا يفترقا حتى بعد الموت، فألحق الله الأخ بأخيه. ولعلهما بإذن الله عز وجل إن كان من أهل الإيمان كما ذكرت وشهدت لهما شيخ، أن يكونا على منابر من نور يوم القيامة، أو تحت ظل عرش الرحمن رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وبإذن الله عز وجل يلتقيان بنا يا شيخ وبالمشاهدين في الجنان فيتذاكران هذه القصة وهذا الموقف. شيخ أنا أشهدك أني من أعجب ما سمعت هذه القصة، ولعلها يعني من أكثر القصص تأثيرا فيني. وهذه نعم الإنسان يخاوي أخاه في المسجد، في الذكر، في القرآن، في الطاعة، وإن شاء الله يموت بحسن خاتمة.